في كل مكان وكل زمان في ناس بيحبوا ربنا جدا وبيشهدوا ليه بأعمالهم الحلوة. في قرية من قرى مدينة إيطاليا كان في رهبة من الراهبات اسمها سأغنسطة. الله، روما دي جميلة قوي وكل حتة فيها حلوة. بقولك ايه، انت شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ الست اللي هناك دي جميلة قوي، ايه رأيك نخطفها ونقدمها لمولانا ملك الرها هدية؟ يا سلام، دي فكرة جميلة بشكل. دي سأغنسطة، جبناها من روما علشان تخدمك يا مولاتي. دخلوها مع باقي الخدام. يا سأغنسطة تعالي بصي، أنا شايفة إن انتي بتشتغلي بمنتهى الأمانة، وعلشان كده هخليكي رئيسة على كل عمال القصر. سأغنسطة على طول بتصلي، دي عمرها ما نسيت إلهها. أنا راح أصلي مهما حصلي والصلاة لسه ما هتوصلني. أنا راح أصلي مهما حصلي والصلاة لسه ما هتوصلني. رافع إيدي بشكر تملي دي صلاتي. أشكرك يا رب يسوع لأنك إله حنون وقادر على كل شيء. أنا بحبك قوي وعارفة إنك معايا في كل مكان. سأغنسطة، انتي بتكلمي نفسك؟ لا يا مولاتي، أنا بكلم ربي وإلهي يسوع المسيح وبرشم علامة الصليب. فين؟ أنا مش شايفة حاجة خالص. ربي موجود في كل مكان وفي كل زمان، ده حتى موجود في قلبي كمان، ده كمان بيسمعني من غير ما اتكلم. طيب يا سأغنسطة، أنا أهم حاجة عندي إنك مش بتأثري في شغلك. وفي يوم تعب ابن الملك والملكة تعب شديد جدا، وكان الملك والملكة زعلانين قوي. وبعدين بقى، ده أنا جبت أحسن الدكاترة الموجودين في المملكة، ده حتى السحرة لجأت لهم ومحدش عارف يعمل حاجة. أنا مش قدامي غير إني أطلب من سأغنسطة إنها تصلي لإلهها علشان يشفي ابني. أيوة يا سأغنسطة. أيوة يا مولاتي. من فضلك صلي لإلهك، يمكن يشفي ابني. يا رب يسوع، من فضلك اتحنن على الصبي واشفيه. انت قلت يا رب كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. من فضلك يا رب اشفيه. ايه ده ابني خف. اشكرك يا اله سأغنسطة. احنا مش عارفين نشكرك ازاي يا سأغنسطة. انا لازم اكافئك، من النهاردة انت حرة مش عبدة. ومش بس كده، انا كمان هديكي بيت تعيشي فيه لوحدك، تعبدي فيه الهك من غير ما اي حد يضايقك. وبعد أيام تعبت الملكة كمان، وسأغنسطة صلت علشانها وربنا اتمجد وشفاها.
يا جلالة الملك، احنا لازم نآمن بإله سأغنسطة. إله سأغنسطة هو الإله الحقيقي، وهو اللي شفالنا ابننا وشفاني أنا كمان. احنا لازم نآمن يا جلالة الملك. يا جلالة الملكة، اللي انت بتقوليه ده مش سهل أبدا. أنا أخاف آمن بإله سأغنسطة الناس تصور عليا واتشال من الملك. وفي يوم خرج الملك للبرية مع رجالته علشان يصطادوا، لكن وقفت سحابة سودا وغطتهم. يا خبر، احنا شكلنا تايهين ومش عارفين هنروح البيت ازاي. فكر يا حارس انت وهو، يمكن نعرف احنا جينا منين. بيتهيألي احنا جينا من هنا. ايوه صح، احنا جينا من هنا. لا 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 لا، احنا ما جيناش من هنا. انا بصراحة محتار. يوه، انا مش عارف احنا هنروح ازاي. بس انا لقيتها. انا فاكر ان سأغنسطة كانت دايما بتقول هي كانت دايما بتقول الآية دي: إن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. بس انا فاكر انها وهي بتقول الآية دي كانت بترشم علامة كده اسمها علامة قصدك تقول علامة الصليب؟ أيوة صح، هي كانت بترشم علامة الصليب. طب يلا بينا نرشم علامة الصليب. يلا، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده الصليب. إله سأغنسطة بعت لنا الصليب علشان يعرفنا الطريق اللي هنرجع منه. ورجع الملك لبلده، وكان شعبه منتظره لأنهم كانوا قلقانين بسبب غيابه الطويل. وفرح الشعب كله لما عرف اللي حصل بسبب إله سأغنسطة. وبعت الملك يجيب سأغنسطة علشان تعرفهم بربنا أكتر وأكتر. لكن سأغنسطة قالت له إنه لازم يطلب من ملك بلدها إنه يبعت لهم كاهن علشان يعمدهم. وفعلا ملك الرها عمل كده. يا سأغنسطة، قد ايه كنت نور وسط العالم، وقد ايه كنت بتشهدي لربنا يسوع بأعمالك الحلوة، لدرجة ان اهل مدينة الرها كلهم بقوا مسيحيين. انا ما عملتش حاجة يا ابونا غير اني نفذت الآية اللي بتقول: فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وعاشت القديسة بعد كده في دير، وعاش حواليها عذارى كتير يتعلموا منها، وكانت ليهم وبعد فترة مش طويلة سمح ربنا للأم سأغنسطة بمرض واتنيحت القديسة يوم عيد الصليب، يوم 17 توت. بركة صلواتها تكون معانا، أمين. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا، بننور زي الشموع ومفيش قوة